السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن الملك رمسيس الرابع. رمسيس الرابع أو هكا ماعت رع هو ثالث حكام الأسرة العشرين. كان خامس أبناء رمسيس الثالث وأصغرهم سنا، وصار ولي العهد بحلول العام الثاني والعشرين من حكم والده. وقد حكم مصر إما من 1145 قبل الميلاد حتى 1151 أو من 1149 حتى 1155 قبل الميلاد. ويعتقد أنه كان في الأربعينيات من عمره حينما اعتلى عرش مصر. بدأ في بداية عهده بإطلاق حملة إنشاءات عملاقة تضاهي إنشاءات رمسيس الثاني، فضاعف عدد الفنانين في دير المدينة إلى 120 رجلا، وأوفد عدة بعثات استكشافية إلى محاجر وادي الحمامات ومناجم الفيروز في سيناء، إلا أنه لم يعش طويلا ليحقق أهدافه. وسجلت لوحته الصخرية العملاقة الموجودة بوادي الحمامات أن أضخم بعثة استكشافية أرسلت في العام الثالث من حكمه، وتألفت من 8368 رجل. جزءا من برنامجه كان توسعة ضخمة لمعبد خنسو الذي أنشأه أبوه في الكرنك، وبناء معبد جنائزي كبير بالقرب من معبد حتشبسوت. اغتيل والد الملك رمسيس الثالث على يد متآمرين حاولوا تنصيب ابن ملكة ثانوية على العرش، إلا أن ولي العهد الشرعي رمسيس الرابع نجح في الحفاظ على منصبه. فمع توليه الحكم وهو في عمر 40 تقريبا، بدأ بمعاقبة أولئك الذين خططوا لاغتيال والده. وخلال فترة حكمه القصيرة التي تراوحت ما بين 6 إلى 7 سنوات، قام بالكثير من الأعمال من أجل تكريم ذكرى والده. العرابة المدفونة. معلومات عن آثار رمسيس الرابع: إنه لم يقم بأي حروب خارج البلاد على عكس ما سبقه من الملوك، ولعل من أبرز آثارها التي تم العثور عليها في العرابة المدفونة، حيث تم العثور على لوحتان هناك في هذه المنطقة، وتمتاز كل منهما بأفكار وجمل ممتازة ومختارة. وهذه الجمل والعبارات تدل على أنه كان على قدر كبير من العلم، ولديه سعة أدبية ميزته عن غيره من الملوك الفراعنة. اللوحة الأولى لوحة رمسيس الرابع الكبرى. توجد تلك اللوحة في المتحف المصري ومنحوتة من الحجر الجيري، ويبلغ طول هذه اللوحة 220 سنتيمتر وعرضها 120 سنتيمتر. أهم الوثائق في عهد رمسيس الرابع: بردية هاريس، والتي تمجد من إنجازات أبيه رمسيس الثالث. بردية تورين، وهي أقدم خريطة جيولوجية. مقبرة رمسيس الرابع. توفي في العام السادس من حكمه، ودفن في مقبرة تقع في وادي الملوك. المقبرة مفتوحة منذ العصور القديمة. غالبية المقبرة في حالة جيدة، وهي مليئة بالنقوش والكتابات على الجدران بلغات مختلفة مثل الفينيقية واليونانية والقبطية. وتتضمن تلك الكتابات معلومات عن الإله رع، وتتضمن المقبرة رسومات
من مجاهد في كتاب الموتى وكتاب الآخرة وكتاب السماء. لم تسلم المقبرة من اللصوص في العصر القديم، لذلك قاموا الكهنة بنقل مومياء رمسيس الرابع إلى مقبرة 35 حتى لا تمتد إليهم يد اللصوص مرة ثانية. تم العثور على مخطوطين عن مقبرة رمسيس الرابع يرجع أصلها إلى وقت تشييد تلك المقبرة. الأولى على ورقة البردي تعطي رسما تفصيليا عن المقبرة وتوضح الحجرات والممرات بمقاييس مصرية قديمة، كما توصف مخطوطة البردي التابوت المكون من 4 توابيت داخل بعضهما البعض. أما الثانية فهي على لوحة من الحجر الجيري تعطي رسما تقريبيا عن المقبرة وتصف أماكن الأبواب. سلاما عليك يا أرض النيل يا أم الجيل، مصر أرض إذا ما جئتها متقلبا في محنة ردتك شهما سيدا. في مصر تعانقت القلوب وتصافح المحب والمحبوب والتقى يوسف ويعقوب. في مصر القافية السائرة والجملة الساحرة والمقالة الثائرة والفكرة العاطرة. الحب لك أرض والجمال سقف والمجد لك وقف. يا داخل مصر منك ألف، ما أحسن الجيد والجفن والكف.